اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم وصفتنا كيك متاع برقدان خفلف. تحضر في ساعة وتوا وقت البرقدان. نستغلوا اكل برقدان الشروب وهذاك ونعملوا بيه كيك ولا جاتو. الكيلة سهلة باش تكون بالكاس. عندي كاس سكر وكاس جو متاع البرقدان، وعندي برش البرتقال وثلاثة عظيمات. باش اول حاجة نعملها نطلع العظام مع السكر باش نزيدهم اكل الريزاست متاع الاورانج، ونطلعهم مليح مليح حتى لين معناها يبيض. وقت السكر لازم نذوبوا السكر متاعنا بالقدا. لهنا ذوبنا السكر باش نزيدو كاس العصير باش نركضوه مليح مليح. بعد ما يتركض مع بعضه نزيدو نص كاس زيت نباتي ولا زبده، ولا تخلطوا زيت وزبده راهو اللي متوفر عندكم. انا عملت زيت نباتي هذاك اللي متوفر عندي. ونركضوا كيف كيف اشاك فوا معناها راهو تخلطوا المكونات مع بعضهم باش نستحقوا زوز كيسان متاع فرينه. وانتم الفرينه اللي عندكم اكثر ولا اقل شنو تستحقوا. شوفوا التكستور هذه اللي باش توصلوا لها لازم تكون نفس التكستور اللي حشتنا بها. الفور على 180 درجة بطبيعة الحال. المول متاعي لهنا عملت له بابي كويسون. تنجموا تعملوها في اي نوع متاع مول انتم ما تحبوا. ندخلوها للفور بعد ما تطلع ونشموا ريحتها بكوردون ولا بسكينة نشوفوها الى طابت ولا لا. بطبيعة الحال ما تحلوش عليها الفور معناها وهي مازالت ما طلعتش ومازالت ما احمرتش، سينو راهي تطيح. الكيك متاعنا حضرت كيما شفتوها. باش نحوها من المول، نحوها من البابي كويسون، نخلوها تبرد. لهنا راهو تحبوا معناها تزينوها باي نوع متاع حاجه اخرى لكم الاختيار. انا جوست لهنا عندي شويه شحور اللي هو كيس ماء كيس سكر وعليهم مغرفه متاع اكل ليم، طيبتهم مليح مليح وباش ندهن بيهم الوجه. تنجموا راهو معناها تخلوها في المول وتعبوها بال معناها تعملوا لها الشحور بالقدا بالقدا اللي يحبها تجي مشحر شويه من داخل. هذه الكيك متاعنا ريحه وبنه كيما شفتوها. ندهن لها وجهها نخليها تبرد ومن بعد نقصها ترونشيت ونحطوها مع قهوه العشويه ولا فطور الصباح. ان شاء الله تجربوها، سهله ماهله وخفلف. الكيلة بالكاس ما تستحقش ميزان وسهله معناها تعملوها في اي وقت. ملاحظة بركة أنا نسيت ما قلت لكمش، راهو نحطوا فيها باكو خميرة متاع حلويات وقت اللي نحطوا الفرينة معناها. نسيت ما قلت لكمش في وسط الفيديو. المهم إن شاء الله تجربوها وترجعوا لي في لي كومنتير.